انا جده بيتكلم عنك كلام جميل قوي، بيقول انك رحت معاه في اماكن كتيره جدا، ماشي، وكنت بتأدي قدام الناس لما ابهرتي الجميع، صح؟ صح. طيب انا متشوق اسمع منك جزء بسيط جدا. نهج البردة للإمام البوصيري. أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من نقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إدمي، فما لعينيك إن قلت اكف فاهمتا، وما لقلبك إن قلت اصطفك يهمي. أيحسب الصب أن الحب منكتم، ما بين منسجم منه ومضطرم، لولا الهوى لم يرق دمعا على طلل، ولا أرقت لذكر البان والعالم. كيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم؟ محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. ريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعين جؤزر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم. لما رنى حدثتني النفس قائلة، يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السهم في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي. يا لائمي في الهوى والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعزل ولم تلمي. أرق على أرق للمتنبي، أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تتركرك، جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسحدة وقلب يخفق، ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. جربت من نار الجوى ما تنطفي نار الغضا، وتكل عما يحرق، وعزلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. أبني أبينا نحن أهل منازل. الله عليك يا سندي، انت عجبتيني جدا، واعتقد الساده المشاهدين جميعا راضيين عن الاداء العالي اللي احنا سمعناه دلوقتي من سندي في ابيات للامام البوصيري، وايضا ابيات اخرى لامير الشعراء احمد شوقي. سندي، تسمحي لنا نتكلم مع جد شويه؟ اتفضل يا عم. نتكلم مع جد وهنرجع لك تاني، ماشي؟ ماشي. استاذ عبد الحميد، انت شوقتنا، يعني بعد ما سمعنا الموهبه الكبيره ديت عايزين نقول الساده المشاهدين دلوقتي ما وراء هذه الموهبة الحقيقية اللي احنا النهاردة بنتعايش معاها بكل المعاني الجميلة اللي احنا شاهدناها النهاردة. ما وراء هذه الموهبة ديت الأستاذ عبد الحميد. مش عايز أطول عليك، بس أنا عايز أسمعك، تشوقت إن أنا أسمعك. هقول كلمتين لأم كل شهيد. يم الشهيد علشان نعيش لازم مننا حد يموت، يا صبرة بس ما تزعليش، وشه بيضحك في التابوت، اوعي تقولي ما تفطيس، ده وعد من رب الملكوت، هيجيب حقك من الخسيس، دمه غالي ومش هتفوت. كان سهران على الحدود واحنا نايمين في البيوت،
ضحى بنفسه وبروحه يجود، بقلوبنا حيفضل نغمة وصوت. مات يا أمي أغلى الناس، كان راجل ورفع الراس، ما الإرهاب حفنة أنجاس، جهل لا ضمير ولا إحساس، جهل لا ضمير ولا إحساس. أنا عايز أقول كل إنسان بيبقى سعيد جدا أما بيبدأ يجني ثمرة كفاحه. سندي النهاردة بتمثل للأستاذ عبد الحميد إيه؟ امتداد الروح. امتداد، الله تعبير جميل، امتداد الروح. امتداد الروح. لأن أنا متعشم لها إن هي في كمان فترة مش طويلة هتكتب بقى عن بنفسها بقى حاجة من إيه، من وحي خيالها هي إن شاء الله. إن شاء الله يعني. تمام. في يوم من الأيام هتذكر تقول والله جدي الله يرحمه بقى تعيش. فلذلك بقول امتداد الروح. أنا سعيد بك جدا يا أستاذ حميد، وأتمنى نشوفك دايما في كل اللقاءات بخير وطيب بيك، ونتمنى إن احنا نلتقي مرات ومرات إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا. وكنا النهاردة موجودين من خلال موهبة حقيقية على أرض المنوفية، وامتداد جينات وجذور لحد ما شفنا الشكل الجميل اللي احنا عرضناه على حضراتكم النهاردة.